السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الأيام دي احنا مشغولين بالكحك والقرصة والبسكوت، فالنهاردة هنعمل قرصة. بس قبل ما نروح على شرح الفيديو، عايزة لايك، عايزة اشتراك، عايزة تفعيل الجرس. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. الأيام دي كحك العيد ولبس العيد وتوضيب البيت، فاحنا قلنا هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل القرصه انا هعمل 2 كيلو. 2 كيلو انت بتروحي للعطار بتجيبي تحويجه 2 كيلو، ومعاهم تقولوا له انا عايزه مغاط جنب التحويجه. والمغاط دول بيبقى بيديله ريحه جميله جدا، هو بيبقى مطحون كده وبيديله ريحه جميله جدا. والتحويجه كلنا طبعا عارفين تحويجه القرصه انها بتبقى صفرة كده، هون يعني بتبقى صفرة اهي. وطبعا حبه البركه والسمسم والبيكنج باودر والفانيليا والعسل الاسود. هي بتاخد يعني ايه على الكيلو؟ كوبايتين عسل، فهنحط لها 4 كوبايات عسل، 4 زيت. طبعا هنحط لها 4 معالق بيكنج باودر، معالق الشاي، وهنحط ظرفين او معلقه فانيليا، وهنحط 4 كوبايات سكر. يعني ايه 4 كوبايات سكر؟ اول حاجه، اول خطوه انا هعملها، هنجيب مقلايه كده نظيفه هين، وهنحط فيها كوبايتين السمسم مع كوبايتين حبة البركة، وتسيبي شوية منهم عشان ترشها على وش الصواني بعد ما تخلصي. وهنحطهم بمعلقة سمنة جنة او معلقة زبدة زي ما انت ما تحب، وهناخدهم على النار. طبعا عملتها بمعلقة سمنة هي زي ما احنا شايفين، وهحطها على البوتاجاز. حبة البركة كوبايتين سمسم، ونسيب شوية حبة البركة لوش الصينية بتاعة القرصة. هنمشي مع بعض وهناكل احلى محوجه صفرة جميله جدا. يعني احنا بنحبها عامه يعني، وبالاعياد في الشتاء بنعملها على طول. طبعا بنحط كده السمسم على البوتاجاز كده، منه بيتحمر علشان القرصه، يعني منه بيتحمر ومنه بايه بيشرب من السمنه اللي انت بتحطيها عشان تدينا نكهه جميله. فبنقلب فيها على طول لغايه لما تشرب كده ونحس ان هو بيطقطق كده معانا، هنقوم نطفي عليه. طبعا هنا حطينا بقى ايه اللي انت حطيتيه على الدقيق ده؟ هقول لك. ده حطينا طبعا القرصه لازم تتعمل بالجوز العريض. حطينا المغاط والتحويجه. لازم تروحي ايه للعطار تقولي له انا عايزه تحويجه مثلا كيلو قرصه، 2 كيلو قرصه. لازم تقولي له كده، هو هيديكي المقدار بتاعهم. وقولي له انا عايزه كمان مغاط القرصه. هنا حطينا معلقتين يعني باكت بيكنج باودر، معلقتين فانيليا. حطينا 4 كوبايات سكر. على كل دقيق هنحط كوبايتين سكر. هنا زي ما احنا شايفين كده هنحط 4، لسه ايه هنحط ال4 كوبايات عسل. ما احنا القرصه المحوجه الا بالعسل. وهنقلب ايه المخلوط ده كله مع بعض. طبعا هنحط 4 كوبايات عسل. حطينا السمسم كوبايتين، وكوبايتين حبة البركة. حبة البركة طبعا كلنا عارفين انها مفيدة للجسم، طبعا تبقى جميلة جدا. والعسل ده لازم المحوجة، ما ينفعش الا ما يكون العسل الاسود، بيجاب برده من عند العطار. كده بقى هنعمل ايه بقى؟ هنخلط الحاجات دي كلها كده على بعض. طبعا نستنى ايه بقى؟ هنحط 4 كوبايات زيت. 4 كوبايات زيت. طبعا لو زيت تموين انا ما بقدحش الزيت، انما لو زيت تموين يعني نصيحه ان انت لازم تقدحيه، لان الريحه بتاعته مش مستحبه. لما يكون مع قرصه او مع اي حلويات لازم بيتقدح، انما ده زيت ذره، فعشان كده انا ما بقدحوش، يعني ما بحطوش على النار وبقدحه. دي كده 2 اهم، لسه كمان 2. وبعد كده هنقلب كل المحتويات دي كده كلها ببعض. العسل على التحويجه والله ريحتها جميله جدا، اللهم اني صايم. كده 3 كوبايات، لسه كوبايه. احنا عايزينها بعد كده ندعكها بقى ايه تبقى رمليه. ادي كده 4 كوبايات. خليكي مع المقدار ده كده هتطلعي احلى قرصه بورسعيدي جميله جدا. احنا بنقول قرصه، انتوا بتقولوا المحوجه الصفراء. شايفين العسل والحاجه؟ انا لسه ما فرقتهاش بايديا، بس هتطلع باذن الله جميله جدا. طبعا هنقلبها كده كلها مع بعض اهي.
فلفل. اهم حاجه ان انا عايزاها رمليه، لازم تكون رمليه معاكي يعني ايه كده. هنستغنى بقى عن المعلقه اهي، وهنعملها ايه بايدينا. طبعا زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده، شايفين اللون الذهبي بتاعها، بسم الله ما شاء الله. كده بقى ايه يعني امشي على المقادير دي هتاكل احلى قرصه جميله. طبعا الجوز لازم يكون بتاع القرصه بالذات عريض، الجوز الهند لازم يكون عريض زي ما احنا شايفين كده، لازم تطلع مفلفله كده اهو جميله. هنجيب بقى ايه الصواني وهنعمل فيها كده. اهم حاجه ايه لازم ايه الضغط عليها جامد بالايدين، ده اهم حاجه الضغط بتاعها. وبنرش زي ما احنا شايفين كده حبه البركه عليها. طبعا الجوز ايه لازم يكون عريض. معلش انا بصور ايه بالموبايل. انا طلعت واحده من الفرن. اهم حاجه ان انت تضغطي جامد كده يعني زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها. هنعمل ايه هنخرطها بالسكينه القطعه اللي انت عايزاها حسب ما انت عايزه، حسب ما انت عايزه يعني ايه حسب الخلطه اللي انت عايزاها. بس قلت اعمل معاكم ايه صينيه كده، وريحتها انا مش هقول لكم يعني. طبعا اللي عمل القرصه دي المحوجه عارف الريحه بتاعتها عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها. لازم تتقطع الاول وهي نيه عشان لما تستوي تمشي على الايه التحديد اللي انت عاملاه، بسم الله ما شاء الله. تقطعها قطع صغيره قطع كبيره حسب ما انت عايزه، ايه تقطعها سمبوكسه برضه حسب ما انت عايزه. زي ما احنا شايفين كده التقطيعه دي انت ايه اللي بتمشي عليها، وبتيجي تستوي ان شاء الله تبقى سهله معاكي في التقطيع. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. يعني القرصه دي يعني كل يوم ان شاء الله علينا عيد، مش في الاعياد بس اللي بنعملها على طول، كانك بتعملوا لغايه والله في البيت بالظبط. بنعملها في الاعياد، بنعملها في الشتاء اكيد طبعا. كده مقطعينها اهي زي ما احنا شايفين كده شايفين وشايفين الجوز عامل عليها ازاي، بسم الله ما شاء الله. يعني كده ايه هناخد كمان الصينيه الصغيره اهي، احنا عايزينها كده ايه زي ما تكون رمليه، شايفين زي ما تكون رمليه. انا عايزاها رمليه. القدام بتاعها يعني 4 كوبايات زيت، 4 كوبايات سكر، مع 4 معالق بيكنج باودر، 4 معالق اللي هم معالق الشاي، 4 معالق فانيليا، رشه ملح، 4 سكر، طبعا العسل 4 برضو. وطبعا بنحط لها ايه السمسم وحبه البركه دول، ده اهم حاجه. وزي ما اوريكم الطريقه ازاي نعمل حبه البركه بمعلقه سمنه مع السمسم. يعني بتبقى الاول تاخديها الاول على البوتاجاز، بتبقى جميله جدا يعني بتبقى محمص كده وجميل جدا. فهوريكم ازاي انا عملت الصواني التانية في الوقت 3 في هناك وقت 2 اللي يعني ال2 كيلو عامل 5 صواني، وصواني يعني صواني عائليه كبيره. دي الصغيره اللي فاتت منهم، فقلت اما اعملهم في صينيه صغيره. فانا هوريكم ان شاء الله بعد ما اخلص الفرن باذن الله. طلعت صينيتين زي ما احنا شايفين كده. انا مش هقول لكم على الريحه لان اللي جرب المحوجه دي ريحتها بتقلب الدنيا اكيد طبعا، ريحتها بتقلب العماره والله. كده طلعت صينيتين اهما سايباهم يبردوا، وفي 2 في الفرن
وفي واحده هي، يعني طلعوا ال2 كيلو 5 صواني زي ما احنا شايفين. الصينيه اهي من على بعد هي كبيره جدا زي ما احنا شايفين، الصواني كبيره. اخدت 4 صواني كبار وواحده صغيره، دي مقدار 2 كيلو. هنقطعها وهوريها لكم ان شاء الله. وبكده يا حبايب قلبي اكون انا خلصت احلى قرصه. شايفين الصفار؟ القرصه احنا بنسميها قرصه، انتوا بتسموها المحوجه. على كل بلد هي، بس البورسعيديه اصلا مشهورين بالقرصه على طول، انما انتوا بتقولوا عليها المحوجه الصفراء، لا احنا بنقول عليها القرصه. عمايل يعني جدتي علمت مامتي ومامتي علمتني، بسم الله ما شاء الله. والكميه طلعت كلها قدامنا اهي. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. واقول لكم ايه، اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يا رب كده يكون عيد مبارك كده علينا وعليكم يا رب باذن الله. طبعا التقطيع احنا ايه قطعناه حسب ما انت عايزه، يعني الحجم ده كده حسب ما انت عايزه التقطيع بتاعتها. وان شاء الله كده اشوفكم في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي.